بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أيها الإخوة والأخوات، بعض الناس كأنهم خلقوا للفتنة والتخريب والتفرقة. أمس صادفتني تدوينة وأنا أقلب حساب تويتر، تدوينة لمقتدى الصدر تهجم فيها على أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. وكانت المناسبة كما يقول هو، نحن سمعنا بمسلسل عن هذا الرجل العظيم تبنته قناة MBC، وهو يتهم السعودية بهذا المسلسل، وأنا لا علم لي من وراء هذا المسلسل وإيش اللي يجري فيه، لكن سمعت من البعض أنه فيه تشويه لسيرة معاوية بن أبي سفيان العطرة. فيبدو أن الرجل يريد أن يسبق الحدث ويقول أنهم رافضون لهذا المسلسل، وربما هذا يؤدي إلى ردة فعل من الجمهور السني فيثنون على المسلسل قبل أن يخرج وقبل أن يروه. لا أدري، ربما هذا السبب. لكن تهجم على معاوية ووصفه بأنه رأس الفتنة الطائفية وأول من سن سب الصحابة. هذا كله كذب، وأول من خرج عن إمام زمانه هو لا معاوية ولا أنا ولا واحد من أهل السنة يؤمن بموضوع الإمامة وإمام زماني. وراح نفصل الآن هل هو شوفوا أخواني، إحنا لماذا نمسك عن هذه الأمور وما نتكلم بها إلا نادرا؟ لأننا لا نريد أن نسيء إلى علي، لأن المقارنة الواقعية بين معاوية وعلي ليست في صالح علي، فهذه الأمور لا نتناولها إلا نادرا، لكن هؤلاء يجبروننا على الكلام، وأنا اليوم أريد أن أصفر هؤلاء، أريد أن أجتث جذورهم. الله تعالى يقول: قل فلله الحجة البالغة. نريد أن نتبع الحجة البالغة. هؤلاء لما رأوا سكوت أهل السنة تصوروا أن هذا السكوت لضعف، وهذا هو ديدن وطبيعة أصحاب عقدة النقص. يتصورون من يحترمهم يخاف منهم، لأنه هو لا يحترم إلا من يخاف منه فيسقطه على الآخر. المقارنة ليست في صالح علي رضي الله عنه، ونحن لا نريد أن نسيء إليه. علي تولى الحكم ومعاوية تولى الحكم، لكن حينما نجري مقارنة نجد الفرق شاسعا. ولما نبحث حتى في طريقة تولي علي للحكم، هذه الطريقة ما مدى شرعيتها؟ وأنا أتكلم بصراحة دون الصراحة لا السني يستفيد وتكون عنده مناعة، ولا الشيعي يحترم الطرح الضعيف وشق صف الوحدة الإسلامية. أي وحدة إسلامية يتكلم عنها؟ كانت الأمة ممزقة في ولاية علي، تمزقت في زمن ولاية عثمان رضي الله عنه، ثم ازدادت تمزقا، وما استطاع علي أن يرأب الصدع. وأول من قتل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ويترضى عن الصحابة طبعا بس 3 إلى 4 اللي هم يؤمنون بهم، هذا كذب. هو مثلا يؤمن بأبي بكر الصديق أنه خليفة عادل وأولى الناس بالخلافة، وأنه أفضل المسلمين. ما هو يؤمن بطلحة والزبير، هو يؤمن بسعد وسعيد، ما يؤمن بهؤلاء. يؤمن بالمغيرة بن شعبة الثقفي مثلا. لا أبدا، كذابون.
فبث مثل هذه المسلسلات مخالف للسياسات الجديدة المعتدلة اللي ينسبها طبعا للسعودية. يعني يتصور أنه بهذا الكلام يستطيع أن يستغفل السعوديين. وبعد ذلك يقول لا داعي لجرح مشاعر إخوتكم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وإني لكم من الناصحين، وأنا إن كنت أوجه نصيحة فأنصحه أن يذهب إلى أصغر عالم في السعودية، بل طالب علم، ويجلس عنده حتى يتعلم شنو التوحيد، شنو الإسلام، كيف يتوضأ، كيف يصلي. أما أنت توجه نصائح للسعوديين وتعلمهم من هو معاوية، فهذا غير مقبول. وبالأخير يوقع الإمامي الاثنى عشري مقتدى الصدر. طيب هو أنت تعتبر رمز، يعني أنت فزت على أساس فزت في الانتخابات وصرت رمز. طيب الرمز وطمحت أن تقود العراق، طيب تقود العراق تقول الإمام الاثنى عشري من الطائفي، الإمام الاثنى عشري مقتدى الصدر. ما نحن في تفاصيل تغريدته أو تدوينته. هذه التدوينة تستفز مشاعر قرابة 2 مليار من المسلمين، لأن الشيعة لا يشكلون من هذين 2 مليار أكثر من 80 مليون متوزعين في الأصقاع، يعني لازم تلملمهم على بعضهم، ما يشكلون 80 مليون. وهذه هي الحقيقة، لكن هم يبالغون، يعتمدون المبالغة، وأغلب الناس لا تقرأ ولا تدري فتصدق أكاذيبهم، لا سيما وأهل السنة ساكتون لا يردون ولا يقولون. يعني من الذي يستثير؟ اللي يتهجم على علم بارز باذخ مثل معاوية يحبه مسلمو الأرض وملائكة السماء، يحبه قرابة 2 مليار مسلم. من الذي يستفز؟ لماذا تستفزوننا نحن أهل السنة اللي في العراق وخارج العراق؟ يعني لماذا؟ من الذي يستفز؟ معاوية أحد المكونات الأساسية في الهوية السنية، معاوية علم سني. أيها الشيعة، لماذا لا تقتنعوا بأنكم طائفة ونحن الأمة؟ أنتم طائفة خارجة على الأمة، خارجة على الإسلام. كيف خارجة على الإسلام؟ أنا لست في صدد بيان فساد الدين الشيعي، لكن أتكلم بنقطتين على وجه السرعة. أولا، إذا كان الدين ما موجود بهذا القرآن فهذا دين الشياطين، ونحن تحدينا الشيعة وعلماء الشيعة منذ سنين طويلة يعني، وقلنا لهم جيبونا على كل أصل من أصولكم آية واحدة صريحة مو متشابهة، مو تروح لي على وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، تقولون شوفوا الإمامة. قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، ويبدون يتفلسفون في معنى الظلم، وأن الظالم كل من ارتكب ذنبا ولو تاب منه، وبما أن الصحابة وأهل السنة يقرون بأنه لا أحد معصوم من الذنب، وإحنا نقول علي معصوم من الذنب، إذن علي هو شنو الفلسفة هذه؟ منين جبتوها هذه؟ منين جبتوا هاي الكلاوات؟ منين يعني؟ منين جبتوا هاي الكلاوات؟ مثل كلاوات إيران والعراق، ما يمكن الفراق. منين جبتوا هاي الكلاوات؟ إيران والعراق لا يمكن الفراق، إيران والعراق لا يمكن الفراق. انت وين لقيت هاي الكلاوات؟ هاي الكلاوات ما تقول وين لقيتها؟ منين جبتوا هاي الأباطيل؟ دينكم ما موجود بالقرآن، دينكم مال نياحة أو لطم. وبالمناسبة ترى معاوية ما يحتاج مسلسلات، معاوية لا يحتاج مسلسلات معاوية على الواقع، معاوية يفرض نفسه بعمله. فصار المسلسل ما صار المسلسل، شنو طبيعة المسلسل؟
هذا لا يزيد معاوية ولا ينقصه. والموضوع النقطة الثانية كل الأديان واللي هي كلها تمثل دين الإسلام في الأصل، كل الأديان تعرف، كل صاحب يعني كل منتمي إلى دين يعلم أن الدين يدعو إلى التوسع في العبادات والإحسان إلى الناس، يدعو إلى التوسع في العبادات والإحسان إلى الناس وإلى التضييق في الملذات، هذا معروف. فإذا وجد دين يدعو إلى التوسع في الملذات وإلى التقتير والتضييق في العبادات والإحسان إلى الناس، فهذا 100% ليس من دين الله، وهذا هو دينكم. شوف، دينكم بالملذات يتوسع. منين جبتوا هاي المتعة؟ منين جبتوا الخمس؟ من أين جئتم به؟ منين جبتوا حق الإمام؟ منين جبتوا حق الإمام هذا؟ منين؟ والإمام ماكو، إذا أكو إلى نائب، ومن الكلاوات هذه منين جايبينها؟ وين موجودة؟ وين موجودة؟ توسعتم في الملذات وقترتم وضيقتم في العبادات. يعني الوضوء من البداية، من الوضوء أنتم الأرجل تماما شالينها من الوضوء. الأذان 3 مرات، الصلوات 3 مرات، الخمسة سويتوها 3. ما تقرؤون سورة طويلة، سور القرآن تأخذون الصور القصيرة وتضحكون على الناس بتلاواتكم، تقولوا لهم اللي يقرأ سورة لازم يكملها كلها، ولهذا احنا نقرأ قصار السور. لا، لأنكم لا تقرؤون القرآن وما لكم علاقة بالقرآن، فتضحكون على جمهوركم المغفل اللي خليتوه يدق ويلطم ويطين نفسه ويشرب مي الرجلين الإيراني ويخدمونه، والله وين رايح؟ هذا رايح للحسين. يعني وصلوا بكم إلى أدنى المستويات، استغفلوكم وجمدوا عقولكم. هذا الدين لا يمكن أن يمر على عاقل فضلا عن مسلم. ميلكم دين أنتم، حتى يجي مقتدى وغير مقتدى يريد ينصح منه، ينصح السعوديين بمن فيهم علماء السعودية. إذا الله أراد أن يمن عليك تكون طويلب عند طلاب العلم اللي بالسعودية. أيها الإخوة والأخوات، لو جئنا إلى مقتدى أولا هو يعني عميل إيراني، وعميل يعني هم يعني قادة الشيعة يشتغلون ويا كل الجهات، لكن يتظاهرون بغير ما هم عليه. مقتدى راح بشهر السابع 2003 إلى إيران وأسس جيش المهدي اللي ذبح أهل السنة. وجيش المهدي أسسه الحرس الثوري، وعلاقته بإيران علاقة الطفل بأمه، وعلاقته بقاسم سليماني علاقة الطفل بأبوه. وهو مقلد لكاظم الحائري. كاظم الحائري مجرم، عالم شيعي، عالم طبعا العلم الشيعة أي علم عندهم لطم ولطميات وأكاذيب وبكاء ونياحة، هذا العلم اللي عندهم. كاظم الحائري كل فتاوى قتل أهل السنة. هو يقلد كاظم الحائري، وأبوه أبو مقتدى كان موصيهم وموصى أتباعه أنه إذا مات يقلدون الحائري. والحائري يقلد علي خامنئي، يعني الحائري يتبع خامنئي، لأن خامنئي هو المرجع الأعلى لكل الشيعة. وشفتوا أنتم لما يعني الأمور شوية تعقدت، الحائري كاظم الحائري تنازل عن المرجعية وربط كل اللي يقلدونه وين؟ بخامنئي. وأنا قلتها من يمكن 2 سنين، قلت يابا هذا مقلد للحائري، هذا شلون يكون وطني؟ هذا تابع دينا لا يمكن أن ينفصل عن إيران.
وهاي آخر مرة شوفوا هاي الأفلام مالته طبعا والكلاوات. إيران والعراق لا يمكن الفراق إن شاء الله. والله اللي خلي شوية يمتد الزمن، والله ما نعوفكم يا إيران، والله العظيم ما نعوفكم، لا يمكن الفراق، ما نعوفكم إلا نأدبكم، إلا نشوفكم نجوم الضحى. نشوفكم سوى سعد بن أبي وقاص بكم، المغيرة بن شعبة سوى بكم، المثنى بن حارثة سوى بكم، عمر بن الخطاب القائد العظيم، والله لنشوفكم نجوم الضحى. النعمان قائد معركة نهاوند. وهاي الوقعات ستعود من جديد بإذن الله. الكلاوات مالت مقتدى سوى نفسه هو ضد ما يسمى الإطار التنسيقي، جماعة المالكي. وإحنا نعرف مقتدى مرتين مقتدى يتعادى ويا المالكي، وبالنهاية هو اللي يفوز المالكي بالنهاية. يعني شلون الهدف الذهبي يجي بالأخير. وبالنهاية إذا تشوفون يعني هاي الألاعيب، بالنهاية مقتدى سحب نفسه على مود يفوز المالكي، ولأن المالكي ما يقدر، يعني ما حد يريده حتى بالإطار، فرشح واحد يمثله اللي هو الآن يحكم السوداني، محمد السوداني. هاي الكلاوات مالتهم. أنت يسمونك الجوكر، هذا نعرفه هاي الكلاوات، لكن كثير من الناس لا يعرفونها. خلي نجي ونقول يا شيعة أقروا أنكم طائفة مضادة للإسلام، اعترفوا بهذا وارتاحوا. وإذا تصرون أنتم بالعراق أقلية لا تشكلون 35%، يعني إذا زيادة نوصلكم لل40، يعني هذا إذا بالزايد. وإذا أنتم صادقون فليش ما تعملون إحصاء؟ يعني ليش ما تعملون إحصاء؟ العراق كان كل 10 سنين يسوي إحصاء سكاني. ليش صار لكم 20 سنة ما تسوون إحصاء؟ لأن إذا سويتوا إحصاء راح تنكشفون ويبين كذبكم، ويبين أنتم أقلية ولستم أغلبية. أنتم طائفة، لستم من الأمة ونحن الأمة. اعترفوا بهذا وارتاحوا، استريحوا وأريحوا. معاوية رضي الله تعالى عنه رمز عظيم، ونحن نحاول قدر الإمكان أن نتجنب المقارنة بينه وبين علي، لأننا نحترم عليا كصحابي جليل. ولكن ترى علي رضي الله تعالى عنه يعني أعطي أكثر من حجمه. هو رجل نعم أسلم وهو صغير، ثم قاتل، يعني هو أبرز شيء عنده القتال. كان جنديا باسلا، ولم يكن قائدا موفقا لا بالسياسة ولا بإدارة الدولة ولا بالعسكرية، وحروبه كلها خاسرة، وكلفت الناس آلاف القتلى. وهو شخصية طاردة، يعني مو شخصية جاذبة. دائما أكو مشاكل. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحلها إله، حتى إذا انفرد بالملك من يحلها إله. بعدين ترك الصحابة كلهم تركوه بالمناسبة. هاي هرطقاتنا احنا السنة ماكو، والله بايعه الصحابة. تعالوا يعني خلينا نسوي مقارنات. أولا معاوية بايعته الأمة جميعا، بينما علي لم يبايعه إلا عمار، ما بايعه إلا عمار. هذه الحقيقة. واللي بايعوهم قتلة عثمان. ونحن نعلم أن الخلافة لها طريقين، يعني السلطة كيف تنتقل في الإسلام لها طريقين. الطريق الأول الحاكم السابق
يوصي للحاكم اللاحق. الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى لأبي بكر وقدمه في الصلاة، ورفض أن يتقدم، يعني حتى لما تقدم عمر، وهذا في أخريات أيام النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم صاح من حجرته الشريفة: أين أبو بكر؟ يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر. وأبو بكر عين عمر فانتقلت إليه الخلافة، طبعا بعد الشورى. وعمر عين واحدا من 6، عين 6، قال من هؤلاء اختاروا الخليفة. فلما قتل عثمان رضي الله عنه، عثمان لم يوصل لأنه محبوس ومحاصر، فلم يوصل لأحد، ما استطاع. هنا يلجأ إلى الطريق الثاني، هذا طريق احتياط. الطريق الثاني شنو؟ مجلس شورى ينعقد فينقل السلطة إلى الحاكم. مجلس شورى لم ينعقد، مجلس شورى لم ينعقد. ومن قال قد انعقد مجلس شورى مو هكذا يقال يعني كلاما فضفاضا، والله بايعه الصحابة. من الصحابة بايعه؟ لا، أنا أقول لكم قاتله الصحابة. علي قاتله الصحابة. من قاتله؟ يعني الصحابة قاتلوه. طلحة والزبير يمثلون في وقتهم، يمثلون نصف أهل الشورى اللي عينهم عمر، نصف أهل الشورى اللي عينهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بل يمثلون أكثر من النصف، لأنه الثالث يعني طلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص. سعد بن أبي وقاص اعتزل، والرابع هو علي، وعلي يعني لا يحسب هنا. فهم يمثلون ثلثي أهل الشورى. ثلثي أهل الشورى لم يبايعوا علي وقاتلوه. إذا هؤلاء مو أهل الشورى، منو اللي أهل الشورى؟ ومع ذلك بقوا عند علي 4 أشهر، طرحوا عليه جميع الحلول وعلي يرفض. لماذا؟ لأن السيطرة ليست له، السيطرة لهذه الميليشيات الخوارجية الداعشية والرافضية الماعشية، كانت هي المسيطرة وظلت مسيطرة على دولة اللي هي في الحقيقة سلطة، لم تكن في زمن علي دولة واضحة المعالم، وكان معظم بلاد الإسلام غير خاضعة له. طيب، فرجل لم تنتقل إليه الخلافة، تريدون نتكلم بهذا الأسلوب؟ أولا احنا لا نؤمن بأن عليا إمام معصوم وكذا، ولا هذا لا نؤمن بها. هاي كلاوات مالتكم، هاي كلاوات إيران والعراق، لا يمكن الفراق. هذه كلاواتكم ما نؤمن بها ولا عليها دليل. 2، احنا من احترامنا لعلي نسكت، وهذا السكوت خلى حتى عند بعض جمهورنا يتصور ما يقوله الشيعة. الشيعة يتكلمون وهم أصحاب إعلام ويتكلمون بكثرة، فتصوروا أن الخلافة انتقلت إلى علي بالطريق المعروف أو الطريق الصحيح أو السليم. لا يا أخواني، علي انتقلت إليه الخلافة بقوة قتلة عثمان. لم يوصل إليه عثمان، ولم يجتمع مجلس شورى، وأهل الشورى قاتلوه، والصحابة قاتلوه، ولم يكن مع علي في معركة الجمل إلا عمار وابن عباس وبس. وحتى ابن عباس بعدين يعني بعد مدة 1 أو 2 لم يحتمله وتركه، وكان الحسن مخالفا له حتى في موضوع البيعة. وابن عباس التحق بمعاوية بعد ما مات علي، والحسن التحق بمعاوية وبايعه. وأنتم تقولون الحسن إمام. طيب ليش ما تطيعون الإمام وتكونوا أتباعا تتشرفون بالتبعية لمعاوية؟ والله شرف عظيم، شرف عظيم لكم أيها الشيعة. ليه الشرف عظيم؟ أولا معاوية هو رجل عظيم من العظماء،
من القادة الكبار، من بناة الدول، من مؤسسي الدول. 2 خلافته شرعية 100%. خلافته شرعية بالمقاييس الشيعية شرعية، لأنه الإمام مالكم اللي أنتم تسمونه إمام الحسن بالمعنى الصحيح للإمامة هو إمامنا، لكن نحن لا نؤمن بالكلاوات هذه. احنا ما نؤمن بهاي الكلاوات انه الحسن إمام معصوم، لا، مو إمام معصوم، لكن هو من أئمتنا. فأقول إمامكم أقصد بالعقيدة اللي أنتم تؤمنون بها هو إمامكم. لماذا لا تطيعونه؟ لماذا لا تطيعون إمامكم؟ تنازل المعصوم إلى شخص، هذا يعني هذا الشخص يستحق الإمامة ويستحق الخلافة، شرف لكم. الشرف اللي أكبر من هذا أنكم باتباعكم لمعاوية تكونون قد دخلتم في الإسلام، وتكون النهاية لكم الجنة وليس الخلود في النار. إخواني أخواتي، يعني قاتل الله من ألجأنا أن أتكلم في هذه الموضوعات قليلا. أريد أن أحافظ على مناعة أهل السنة فأتكلم بهذا، ولو لم تكن هناك حاجة ما تكلمت، لأنني لا أريد أن يفهم من كلام الإساءة إلى علي رضي الله عنه ولا لأحد من الصحابة رضي الله عنه. أخواني، يعني مما يشاع عن معاوية أنه راغب في الدنيا وأن عليا كان زاهدا. طيب اسمعوا واحكموا. معاوية كان يلبس المرقع، ورغم كونه من بيت معروف بالمجد والحكم والقيادة، ومعروف بالتجارة والأموال، لكنه كان زاهدا في الدنيا. وعلي معروف عنه يعني نشأ في بيت فقير. بالنهاية علي لما مات عن 19 جارية سرية تسمى، و4 حرائر، هاي اللي مات عنهم. طيب هذا شخص عنده 23 زوجة. 23 زوجة. الزهد يا أخواني ليس واجبا على الناس ولا على علي، ولكن يعني ما تركوا صفة لعلي حتى يعني صفة إيجابية إلا وألصقوها به. علي لا يحتاج، علي يكفي ما فيه من إيجابيات، ما يحتاج الزودون. اللي يحتاج الزيادة معناها ناقص، ونحن لا ننسب النقص إلى علي. نقول علي لم يكن زاهدا، علي مو زاهد. اللي عنده 23 مرة هذا كم بيت عنده يعني شلون يعني كم؟ طيب منين له هاي الأموال؟ اخواني بس التمر، مزارع، عنده مزارع في ينبع وغير ينبع ربما، بس النخيل اللي موجود اللي يملكه في ينبع كل سنة ينتج 250 طن. هذا بس لو أخذنا التمر اللي عنده 250 طن ويبيعها، ايش قد هذا يصير مليونير في يعني في مقاييس هذا الزمان، يعني مليونير بالدولار طبعا. فعلي كان مليونير. طيب منو الزاهد؟ وبالمناسبة أبو بكر وعمر أرجعوا ما عندهم من مال إلى بيت المال، يعني اللي عندهم زيادة، لكن علي ما فعل. ومعاوية أرجع نصف ماله عند وفاته إلى بيت المال. فمن هو الأزهد؟ من هو الأزهد؟ ولما تكلمت الآن قبل قليل تكلمت عن شرعية الخلافة وكيف أنها لم تنتقل إلى علي، وهذا الأمر
كان معروفا والناس تعرفه إلى القرن الثالث الهجري، ولا يحسب علي من الخلفاء الأربعة أو مع الخلفاء اللي يعتبرون خلفاء، لأن السلطة انتقلت إليه بواسطة قتلة عثمان، ونحن نستغفر له، نحن لا نذمه، لكن لما يرتقي الصغار هذا المرتقى الصعب متحججين بعلي، وهم علي أرادوه أن يكون بديلا عن النبي، لا بد أن نتكلم هنا، نتكلم مع حبنا للصحابة واستغفارنا للصحابة. علي أرادوه بديلا عن النبي. هسه لما نقول أهل البيت، هسه واحد يسمعني مو يتبادر إلى ذهنه أول شيء أهل البيت يعني علي وأولاده؟ علي مو من أهل البيت، عباس عم النبي مو من أهل البيت، إذا عند النبي أخوه مو من أهل البيت، أهل البيت اللي بيه. وحب الشيعة لفاطمة لا لأنها بنت النبي، فالنبي عنده 4 بنات، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، عنده بنات. هم يقولون 3 الباقيات هؤلاء بنات خديجة، بنات خديجة من زوجها الأول. طيب وهذه وبناتك ايش وين تودونها؟ فهم كل شيء له علاقة بعلي يضخمونه، مو حبا بالنبي ولا حتى حبا بعلي، بس أرادوا أن يكون علي بديلا عن النبي. وقد صار، يعني لما نقول أهل البيت ما يتبادر إلى ذهننا أولاد النبي، بنات النبي، نساء النبي، ورب العالمين أكرم النبي فلم يجعل له ذرية، فعزلوا بيت النبي وصار البيت لعلي. هذا هو المقصود من تضخيم علي. فنحن لما نتكلم بالحقيقة نقول رويدكم، ويا أهل السنة علينا وعليكم بالحقيقة، نحن لا نريد إلا الحقيقة، لأن الحقيقة لا تسيء إلى أحد، ولا يساء بالحقيقة إلا السيئون، وعلي رضي الله عنه ليس من السيئين، وحاشاه، وحاشا أحدا من الصحابة أن يكون من السيئين. شوفوا أخواني، الصحابي ثمامة بن عدي والي اليمن، وهو من المهاجرين وشهد بدرا، يوم جاءه نعي عثمان صعد المنبر وبكى بكاء شديدا، فلما أفاق قال: هذا حين انتزعت خلافة النبوة، انتزعت خلافة النبوة وصارت ملكا وجبرية، من غلب على شيء ملكه. المؤرخ والمحقق الدكتور أكرم ابن ضياء العمري، وهو عراقي ومقيم بالسعودية وأستاذ كبير ومعروف بين علماء السعودية، عنده كتاب من ضمن كتبه اسمه عصر الخلافة الراشدة، يصحح إسناد هذا الأثر عن الصحابي الجليل ثمامة بن عدي. ما نتكلم من جيوبنا، لكن هذه النصوص يا أخواني هذه تخفى عنكم، تغطى إما جبنا أو تواطؤا، وأنا أقصد بالجبن من يخفيها عنكم من أهل السنة. محمد بن عبد الله بن عبد القادر غبان الصبحي في كتابه فتنة مقتل عثمان بن عفان، طبعا هذا طابعته عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، يقول: هذا إسناد صحيح موصول صححه الحافظ ابن حجر. زين، احنا ما نتكلم من جيوبنا، وليس بيننا وبين أحد من الصحابة إلا الخير. وجدت عند القاضي أبو يعلى محمد بن محمد بن الحسين الفراء في كتابه تنزيه خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه من الظلم والفسوق في مطالبته بدم أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. هذا القاضي متوفى
سنة 526 هجرية. يقول: ووجه اجتهاده أي معاوية أنه قال في رسالة وجهها إلى علي: استعملني الخليفتان من قبل، يعني عمر وعثمان، على الشام، وأنا على ما استعملاني عليه. طيب وهذا الخليفة شنو؟ هذا الخليفة يا أخواني كبار الصحابة، وكل الصحابة لم يكن معه، كبار الصحابة لم يعترفوا بخلافته، وإنما من بايعه مكرها جلس عنده شهور يقول له هذا الحل وهذا الحل وهذا الحل، ولكن لم يأخذ برأيهم فتركوه وذهبوا. طلحة والزبير وعائشة ذهبوا إلى العراق ليقتصوا من قتلة عثمان، بمعنى هو لو معترف به خليفة شلون يخرج عليه، شلون يقيم الحدود من دونه؟ أكو واحد يقيم الحدود من دون حاكم يحكم؟ إن كان يدين بالطاعة لهذا الحاكم، يعني بعقولكم شوية، يعني شوية قلبوها بعقولكم. فهم خرجوا لماذا؟ لأنهم رأوا عليا ضعيفا لا يستطيع. يعني كان البغاة، كانت الفئة الباغية مسيطرة، قتلت عثمان، وكانت الدولة مسيطرة عليها، ومن ورائهم الفرس طبعا، ومن ورائهم الفرس. هذه مكيدة فارسية، المؤسسة الفارسية العميقة هي التي عملت ذلك. يكمل معاوية ويقول: وأنا على ما استعملاني عليه حتى يجتمع الناس على إمام فأسلم إليه ما في يدي. واضحة، ابن عمر وغير ابن عمر، معاوية يقول له خلي يجتمع الناس عليك وأنا أسلم لك، أنا اللي استعملاني إمامان مجتمع عليهما، المسلمين اجتمعوا على عمر وعلى عثمان وأنا مولى من قبلهما، أنت لم يجتمع عليك الناس فأنت لست بخليفة، خلي يجتمع عليك الناس وأنا أسلم لك ما في يدي. هذه واحدة من الأسباب. طبعا السبب الآخر، معاوية لو سلم إليه لقتله هؤلاء المجرمون البغاة، لأن علي ما يستطيع أن يصد عنه. علي لم يستطع أن يقتد من قتلة عثمان يصولون ويجولون مثل الميليشيات اليوم بالعراق. موجود رئيس وزراء، لكن إيش بيده محمد السوداني؟ إيش بيده؟ حتى لو أراد أن يعمل بما يقتنع به ما يستطيع. كان علي مكتفا غير قادر، ما عنده جيش من أهل الحجاز أو أهل الجزيرة، ما عنده. المشكلة جيل عند أهل الكوفة، عند حمراء الكوفة هنا، فكيف يسلم له وهو لا يستطيع أن يحميه من القتل؟ ثم يقول: وأنا مطالب بدم عثمان لأني ابن عمه ووليه وحق الناس به، والله تعالى يقول: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. وقتلته معك محمد بن أبي بكر والتجيبي والغافقي وأهل مصر وأصحاب الفتنة كلهم وياك. هذه رسالة معاوية، هذه رسالة معاوية، هذه الحقيقة التي يخفونها عنكم، ونحن نتكلم لكم بالحقيقة التي نعلم بأنها الحقيقة، ونجتهد ألا نقول إلا الحقيقة. فتدبروا ما أقول لكم وارجعوا إلى المصادر، ومن قال بغير ذلك فعليه البينة كما أن علينا البينة. أيها الإخوة والأخوات، لماذا تغلب معاوية على علي رضي الله عنهما؟ لماذا تغلب؟ لماذا انتصر؟
هناك أسباب وهناك أقدار. أما الأسباب فلأن معاوية كان العنصر البشري اللي يستند إليه كان عنصرا رائعا لا يعرف الفتنة، يطيعه. وعلي لم يكن لديه عنصر بشري. عنصر الصحابة ما يما، ماكو أحد من الصحابة تورط بقوم هم أهل فتن وأهل تخريب. والفرس طبعا حمراء الكوفة شبيه غير الفرس، طبعا جت قبائل سكنت هناك لكن الغلبة للفرس هناك. العنصر البشري فاسد، فماذا يفعل؟ حاكم وجمهوره عاص له، يجبرونه على أن يفعل ما يريدون. شلون الآن الميليشيات في العراق، يعني محمد السوداني رئيس الوزراء يقدر يفوت أمر قيس الخزعلي أبو ميليشيا العصائب. اللي تتصرف بالعراق هي الميليشيات، ميليشيات داعش وماعش. وفي زمن علي كانت الميليشيات هي التي تتصرف. داعش وماعش الخوارج اللي من البصرة، والروافض اللي من الكوفة، خوارج دواعش وروافض مواعش. هذا من حيث الأسباب. دولة مضطربة، علي لم يستطع أن ينجز إنجازا واحدا طوال 4 سنين ونصف. ما قدر كيف ينجز؟ اليوم العراق خربان. ليش خربان؟ أولا العنصر البشري هو فاسد يعني، والسبب التشيع اللي صنعوه الفرس، قائم على الكذب والنهب. يعني هو ينهب باسم يعني هو تدينا يسرق ويفسد وينهب ويزني يعني ما شاء الله أهل العمايم مالتهم عمار الحكيم وقيس وغيره كلهم هذول معروفين بالملاهي والخمارات ملوا بغداد فساد وغير بغداد. فعنصر فاسد ما استطاع علي أن يفعل شيئا. ثم هناك القدر. الآية اللي تليتها عليكم: ومن قتل مظلوما ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. أكو قدر إلهي، اللي يقتل مظلوما الله تعالى يجعل لوليه ولي دمه سلطانا شرعيا وسلطانا من رب العالمين، ينطيه قوة وينصره. يقول ابن كثير عن هذه الآية في تفسيره: وقد أخذ الإمام الحبر بن عباس من عموم هذه الآية الكريمة ولاية معاوية السلطنة وأنه سيملك. يعني ورد في الأخبار أن ابن عباس من البداية كان يقول لعلي سيملك معاوية، لأنه هو ولي الدم، لأنه ابن عم عثمان، وأهله ذهبوا إليه ووكلوه عنهم، هو ولي الدم لأنه كان ولي عثمان. هذا كلام ابن كثير. وقد قتل عثمان مظلوما رضي الله عنه، وكان معاوية يطالب علي رضي الله عنهما أن يسلمه قتلة عثمان حتى يقتص منهم، فمعاوية هو ولي عثمان. فهكذا تمكن معاوية، هكذا انتصر معاوية على علي رضي الله عنهما وغفر الله لهما. لا بد للعالم أن يكون أمينا على الكلمة وأن ينطق بها متى ما استدعى النطق، ولا يظل يجمجم ويجامل ويداهن. هذه الحقيقة. ومن قال بغيرها نحن مستعدون لنقاشه
أينما كان بشرط أن يكون من العلماء المعتبرين، مو أي واحد احنا نناقشه، مو أي واحد احنا نناظره. هذه هي الحقيقة. وماذا يقول رب العالمين؟ يقول: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. من الذي مكن الله له؟ ومن الذي أمنه؟ معاوية هو الذي مكن الله له، وعلي لم يمكن الله له، وحكم وضعا مضطربا ما استطاع أن يحفر نهرا، ما استطاع أن يبني قنطرة، كل حروب وفتن وقلاقل، وجيشه بالنهاية قتله. جيشه قتله أصحابه أتباعه ليسوا أصحابا له هؤلاء، لكن هذا الموجود يعني بحكم الصحبة الواقعية. هؤلاء هم الذين تسلطوا عليه وقتلوه، بينما معاوية مكن الله له لهذين السببين أو لهذين الأمرين. الأمر الأول سببي واقعي مادي، ومعاوية كان من عظماء البناة. معاوية هو المؤسس الثاني لدولة الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أبي بكر وعمر، هو المؤسس الثاني. ولهذا تسلطت عليه كل المؤامرات، مؤامرات المؤسسة العميقة. 90 سنة المؤامرات مستمرة، لأن الأمويين نغصوا على الفرس وحرموهم من أن يستعيدوا دولتهم، وفي كل مرة يقتربون من استعادة الدولة الأمويون ينغصون عليهم ويمنعونهم. ولهذا استمرت المؤامرة في تشويههم، وإلا الأمويون في الأندلس حكموا 800 سنة ترى، مع أنهم مع الغرب، لكن الغرب عداوته غير عداوة دول الشرق. قضيتنا شرقية لا غربية. مو نقول صليبيون، والصليبيون ليسوا كالروافض كالفرس كالمجوس في عداوتهم وفي حقدهم. يعني استطاع الأمويون أن يستمروا في دولتهم في الغرب 8 قرون، وما استطاعوا في الشرق أن يدوموا أكثر من 90 سنة. تشوفون الفرق إخواني؟ الكلام طويل، الكلام كثير، ولعلي أرجع إليه أكمله في لقاء آخر. والسلام عليكم ورحمة الله.